من الحاجات برضو اللي بتساعد قوي لو الموضوع وصل ان احنا كمية اللبن قليلة جدا ووزن الطفل مش بيزيد بشكل كفاية، ان احنا نستخدم باور بامبنج. هي مجهدة جدا، بس هي لو التزمتي عليها لمدة اسبوع او 3 مع التشفيط العادي في المرات العادية هتلاقي زيادة مش طبيعية في اللبن. الباور بامبنج بيعتمد ان احنا نركز شفط اللبن على كل ناحية بشكل مكثف لمدة حوالي ساعة بالتبادل على كل ناحية. الباور بامبنج او التشفيط المكثف للثدي بيكون مش هدفه ان احنا نطلع لبن كتير، قد ما هدفه ان احنا نحفز المخ، ان نبعت له اشارات بان الطفل محتاج كميات كبيره عن طريق البامب او الشفاط، ان هو بيسحب كميات كبيره قوي في اليوم، وبالتالي طالما هو محتاج كميات كبيره او بيسحب كميات كتيره فبيبعت اشارات المخ ابعت لي لبن تاني. ودي الطريقه اللي بنعمل بيها التحفيز عن طريق الباور بامبنج او التشفيط المكثف. ده بياخد حوالي ساعة من التشفيط المكثف بالشفاط المزدوج مش بالشفاط السنجل. بناخد حوالي 20 دقيقة بامبنج على الناحيتين، وبعد كده بنرتاح 10 دقايق، وبعد كده بنعمل بامبنج تاني على الناحيتين 10 دقايق تاني، بناخد ريست 10 دقايق كمان، واخر حاجة بنبامب لمدة 10 دقايق تاني. بقرر ان انا مش هدفي في البامبنج دي ان انا اطلع في الاخر كمية لبن كتير، انا هدفي ان انا كل ما بعمل كده كل يوم ببعت اشارات للمخ ان احتياجي للطفل ده كتيره قوي، فابعت لي يا مخ وفرز لي الهرمونات اللي بتطلع لي لبن كتير قوي. مع التكرار مثلا اسبوعين ل3 هتلاقي كميه اللبن تلقائي بتزيد قوي، يوم عن يوم هتلاقي فرق، بس ما نحبطش من اول يوم او يومين، لان مش هدفنا ان احنا نطلع في التشفيط ده لبن كتير.